مشروع واحد غيربط أكثر من 13 دولة إفريقية ويحول المغرب لجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا. واش ممكن أنبوب غاز بطول 6900 كيلومتر يبدل قواعد اللعبة الاقتصادية في القارة كاملة؟ هادشي ماشي خيال. مشروع بقيمة 25 مليار دولار وقريب يتوقع الاتفاق الرسمي ديالو في هاد السنة 2026. ولكن السؤال الحقيقي، واش هاد المشروع فرصة تاريخية ولا مغامرة ضخمة فيها مخاطرة كبيرة؟ خليك معايا حيت التحليل اللي جاي غادي يعطيك الصورة كاملة. كنهضروا على مشروع ضخم سميتو أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، الأنبوب الإفريقي الأطلسي. المعطيات الأساسية الطول حوالي 6900 كيلومتر، جزء منه بحري وجزء منه بري هايبريد. الدول المشاركة 13 دولة، القدرة حتى ل 30 مليار متر مكعب سنويا. ومن هذه الكمية 15 مليار متر مكعب ممكن تستهلك ما بين المغرب وهاد الدول، والباقي للتصدير نحو أوروبا. الكلفة الإجمالية حوالي 25 مليار دولار، السعة 30 مليار متر مكعب سنويا. باش نفهموا الحجم، هذا المشروع يقدر ينافس بعض الأنابيب الكبرى في العالم. المعلومة اللي قليل اللي كينتبهوا ليها، هذا المشروع ماشي مجرد أنبوب غاز، هذا مشروع لإعادة تشكيل الاقتصاد الإفريقي. كيفاش؟ غادي يوفر الطاقة لدول غرب إفريقيا، غادي يدعم الصناعة، غادي يخلق فرص استثمار كبيرة. ولكن الأهم، المغرب غادي يتحول لمركز طاقي كيربط إفريقيا بأوروبا، يعني نفوذ اقتصادي، قوة تفاوضية، ودور استراتيجي عالمي. كيفاش غيتبنى هذا المشروع؟ المشروع غادي يكون على مراحل. اولا ربط المغرب موريتانيا والسنغال، ربط غانا بالكوت ديفوار، والمرحله النهائيه هي الربط ديالهم بنيجيريا. الميزه هنا هي ان كل مرحله يمكن تخدم بوحدها بالمنطق ديال ستاند الون، يعني المشروع يقدر يبدا يربح قبل ما يكمل. من بعد توقيع الاتفاق الحكومي غادي تتاسس هيئه عليا في نيجيريا فيها ممثلين من جميع الدول، وغادي يتم خلق شركة مشروع في المغرب، شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم المغربي مع شركة البترول الوطنية النيجيرية. أما التمويل هو مزيج بين استثمارات مباشرة إكويتي وقروض دبت، ولكن التمويل النهائي مازال ما تحسمش. توقيع الاتفاق متوقع في 2026، وأول تدفق للغاز ممكن في 2031. يعني هذا المشروع طويل المدى وكيحتاج للصبر واستقرار. ندخلوا للعمق الحقيقي. العالم كامل دابا كيقلب على تنويع مصادر الطاقة، تقليل الاعتماد على روسيا. وهنا كيجي الدور ديال المغرب، موقع جغرافي استراتيجي، علاقات قوية مع أوروبا، استقرار سياسي، يعني فرصة ذهبية باش المغرب يفرض راسو كقوة طاقية. ولكن إلا شفنا المخاطر والتحديات، هادشي ماشي كله غيجي بالسهل. كاين تحديات كبيرة. التمويل 25 مليار دولار رقم ضخم، الاستقرار في بعض الدول المشاركة، التعقيد التقني، وكذلك المنافسة من مشاريع أخرى. وهنا السؤال، واش المغرب والدول الإفريقية قادرين يكملوا المشروع حتى للنهاية؟ باش نبسطوا الصورة، المشروع عنده إمكانيات ضخمة، يقدر يخلق تكامل اقتصادي إفريقي ويعزز مكانة المغرب عالميا. ولكن التنفيذ طويل ومعقد. النجاح مرتبط بالتعاون بين دول كثيرة. السؤال اللي كيبقى مطروح ولكم الكلمة، واش كتشوف باللي هاد الأنبوب هو الضربة القاضية اللي غتخلي المغرب يسيطر على سوق الطاقة في المتوسط؟ وكيفاش غتكون ردة فعل المنافسين ملي يشوفوا الغاز النيجيري واصل لطنجة ومنها لإسبانيا؟ خليونا آراءكم في الكومنتير وبارطاجيو هذا الفيديو، حيث هذا هو الخبر اللي كيرسم المستقبل ديالنا. في الختام كيبقى النقاش مفتوح والرأي مسؤولية والمعلومة أمانة. نترك لكم مساحة التعليق وإبداء الرأي باحترام. وإذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والتفاعل، لأن متابعتكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كي عمر.